السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على حضراتكم وأهلا وسهلا بكم في فول كورة. النهارده معانا مباراة الأهلي المصري في الجولة 13 من دوري نايل موسم 25/26. الحقيقة النهارده هنتكلم عن التشكيل الصح يساوي الأداء الممتع. هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه مع يستروب، كنا بنتكلم على محتاجين تشكيل صح. أنا بقول دايما في الأربع مباريات اللي أنت لعبتهم قبل كده شايف إن في مشكلة في اختيار التشكيل. هنتكلم على التشكيل اللي عمل يستروب أداء النادي الأهلي خلال المباراة، ولكن بعد الفاصل. النهارده الأهلي بدأ بتشكيل مكون الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد كوكا. في النص ديانج، مروان عطية، وزيزو. في الهجوم طاهر ورياض وتريزيجيه. الأهلي لعب بطريقة 4-3-3. بس الحقيقة النهارده كنا بنتكلم في الحلقات السابقة عن تشكيل الأهلي. المباراة الأول انتهت بالتعادل السلبي 0-0. يعني نقول هارد لك النادي الأهلي ومبروك على مصر النقطة اللي كسبها النادي الأهلي. بس النهارده هنتكلم الحلقات السابقه كنا بنتكلم ان يسترو في الاربع مرات اللي فاتت عنده مشكله في اختيار التشكيل. المشكله اللي بتؤرق اي مدرب ان انا عندي كام نجوم كبير عايز العب كل النجوم. النهارده اول مره نشوفه بصراحه حلحل الموضوع ده شويه. يعني بان انا اقعد بن شرقي فرقت معايا كتير جدا. انا حسيت النهارده بتشكيل النادي الاهلي حطه ده، لا حط ديانج وحط مروان ومعاهم زيزو وثلاثي هجومي تريزيجيه وجراديشارد وطاهر. بجد الاهلي عمل شوط وقدم كوره ولا اروع من كده. اولا تحس ان الملعب مفتوح والملعب سهل وسلس، طريقه اللعب سهله وسلسه، اللعيبه تلاقي بعض بسهوله. الاهلي تواجده بالشكل دوت وادائه في الشوط الاول ده لغى شخصيه المصري تماما. محدش يقول المصري كان وحش، لا الاهلي اللي خلى المصري وحش. طريقه الاداء اللي لعب بيها يسرب النهارده، لا هي دي بصراحه سلسله الكوره، فتح اللعب، الضغط، المدافعين طالعين ورا المهاجمين. لا النادي الاهلي حاطط المصري بالظبط كده في اخر ثلث دفاع بالنسبه لي. ففعلا تحس لا الاهلي شكله حلو وفرص كتيره. وابتدينا نلاقي ليه بنقول اللعب حلو. انا بلعب بسنتر فورورد صريح. لما الاقي سنتر فورورد الصريح ده جات له كره 3 4 مرات وضاعت منه 3 4 اهداف مؤكده، الاهلي بيوصل الكره صح. بالاضافه لده لعيبه خط النص واللي على الاطراف ضاعت منهم فرص. يبقى الاهلي بيوصل بكل حاجه، بيوصل للمهاجم الصريح وبيوصل باللعيبه اللي على الاطراف ولاعيبه نص الملعب للمنطقه الهجوميه، وضاعت منه فرص. الاهلي يعني عشان نتكلم صراحه، طبعا انا بقول حرض راكب الاهلي الماتش دوت. الاهلي يعني الجمهور ما زعلش، لا الاداء في الشوط الاول ممتاز، المدرب ممتاز في الشوط الاول، والتوفيق غاب. انا بقول طريقه تشكيل صح، اداء ممتع، ولكن غاب التوفيق. الاهلي في الشوط ده يطلع على الاقل كسبان مش اقل من 2. الاهلي لغى وجود المصري، لغى شخصيه المصري في المباراه دي. الاهلي لغى شخصيه المصري وطريقه اللعب. الكره بقت تمشي، تريزيجيه اداء راقي، زيزو اداء راقي، ديانج اول مره اشوف ديانج اللي انا على طول بيبقى ليا تحفظ عليه. لا انا ديانج بشوفه، ديانج بيطلع يلعب مركز 8، ده ما كانش موجود قبل كده. ديانج بيوصل لخط المرمى، بيهاجم ويوصل لخط المرمى، الكلام ده مش موجود. طبعا بيقطع هو مروان الكوره، تمام، مروان بيوصل على حدود 18 ويشوط. لا شكل الفريق كله ممتاز. ياسر وياسين منع فيه تفاهم، الحمد لله اخطاء خط الدفاع قلت كتير جدا. كوكا لسه بنتكلم في حته هجوميه مش عند كوكا، بس انا بتكلم وهاني الدنيا ما كانتش قوي، بس هاني بيشارك بشكل كويس. بس الفريق في الشوط الاول نغم. يعني الاهلي في الماتش ده ما تيجي تتفرج على اداء الاهلي، لا اول مره نلاقي الملعب واسع وطريقه اللعب المريحه اللي تبسط الجمهور. طب ايه اللي يقول ان طريقه اللعب دي ممتازه؟ ان انا وصلت للجون اكتر من مره. انا بتكلم مش اقل من 4 5 فرص مؤكدين للنادي الاهلي على الاقل يجي منهم فرصتين. يعني لا اداء راقي، تشكيل مناسب جدا، بس بصراحه المدرب لازم يعكنن عليه. يعني اللي انا شايفه انت بدات ممتاز والتشكيل زي الفل واداء ولا احسن ولا اروع من كده في الملعب. اجي مع بدايه الشوط الثاني حتى لو طاهر قليل نزلت عبد القادر اداؤه في الشوط الثاني عبد القادر مش موجود. دي اول تغييره غلط. طيب لما غيرت غلط ده بنتكلم لغايه الدقيقه 65 كان لسه ما طلعش تريزيجيه وما عادش الكارثه الكبرى ان انت رحت مطلع تريزيجيه وطلعت ديانج.
لما طلعت الاثنين دول قضيت على اداء الاهلي تمام، ورحت مكمل. هقول التغيير الوحيد اللي ممكن يكون مناسب بس ما يكونش مكان جراديشار، محمد عبد الله. انت نزلت محمد عبد الله مكان جراديشار؟ لا، ده انا بالعكس انزل محمد عبد الله وجراديشار ده يفضل موجود في الملعب. والتغيير اللي هو ايه، ما اعرفش التغيير ده، انا مش فاهمه اساسا. كوكا وينزل مكانه قفشه بصراحه مش موجود. كل التغييرات اللي انت عملتها مفيش غير تغيير محمد عبد الله هو التغيير اللي كان مفيد في المباراه. بس عملت تغيير محمد عبد الله وطلعت معاه جراديشار اللي كان ممكن يهدفه. ما شفناش تاثير لبن شرقي، ما شفناش تاثير لاي حد من اللي نزلوا عدا محمد عبد الله. فبصراحه بعد ما كنت ماشي كويس الشوط الاول والشوط الثاني انا شايف طلوع تريزيجيه فرق كتير جدا مع الفريق. هتقولي تريزيجيه اصلي احنا ما حسيناش بفرق. لا، تريزيجيه ان احنا عنده الكره السريعه كانت موجوده. تريزيجيه بطل يمسك كوره كتير. تريزيجيه كان بيطلع الباك الشمال معاه. تريزيجيه كان بيحط على زيزو وزيزو يحط عليه. لا، الناحيه دي كانت عامله مشاكل كبيره. انت بالظبط بالتبديلات الخطا اللي انت عملتها دي نزلت من الاهلي كتير جدا. رغم ان الاهلي كان ضغط المصري والمصري برضه ما فيش اداء، بس مش الاداء اللي احنا شفناه. يعني الاداء اللي موجود في الشوط الاول ده اداء مش عايز اقول احسن شوط شفته للنادي الاهلي. كويس ان انا حاسس براحه نفسيه كده بتفرج على الفريق. فريق بيهاجم وضغط الفريق اللي قصاده. الفريق اللي قصاده ده خلاص بقى من غير انياب، يعني النادي الاهلي كده قصير ضفره بقى قاعدين نتفرج على كوره حلوه. اللي كان ناقصها بس غاب التوفيق، ناقصها الاهداف. لغيت الكلام ده بالتغييرات اللي انت عملتها في الشوط الثاني. اثرت على الفريق كتير. انا بتكلم على الايس جروب، اثرت على الفريق كتير. زيزو اللي عليك ملاحظه بتمسك كوره كتير بعد ما طلع تريزيجيه من الملعب، بتمسك كوره في رجلك كتير. مش هنتكلم عن ركله الجزاء، احنا بنتكلم عن ركله الجزاء دي بيبقى فيها التوفيق وعدم التوفيق. ما كانش معاك الحظ. هارد لك ليك وهارد لك النادي الاهلي في ركله الجزاء دي، بس هي ركله جزاء سليمه 100%. خطا لا يغتفر للمدافع. ركله جزاء وقرار الحكم امين عمر قرار سليم 100%. ركله جزاء صحيحه للنادي الاهلي. بس زي ما نقول ان التوفيق كان غايب عن النادي الاهلي في المباراه دي، فغاب عنه برضه في ركله الجزاء وطلعت بره، جت في القائم وطلعت بره. هارد لك زيزو وهارد لك النادي الاهلي. كل اللي احنا طالبينه من يسرو، عايز ابني على الشوط الاول وهننسى الشوط الثاني. في لعيبه تاخد وفي لعيبه ما تاخدش. يعني لما اجي اتكلم هتيجي تقول لي قد احمد عبد القادر، هقول لك لا، ادي محمد عبد الله احسن احمد عبد القادر. ده اللي احنا شفناه. ولد امكانياته عاليه جدا، الولد ده محتاج ياخد. انا هديله زي ما انت بتعمل كده، هبتدي اديله كل شوط. الشوط الثاني هديله ربع ساعه، اديله ثلث ساعه، اديله شوط كامل. تمام. اللعيب ابتدى يديني، ابتدي بقى افكر فيه لا العب بيه من بدايه المباراه. عايز اقول ان الهارد لك النادي الاهلي اديت مباراه عاليه جدا رغم التعادل. هارد لك النادي الاهلي، مبروك للمصري النقطه اللي خدها من النادي الاهلي. بس هنقول ده تغيير مسار. النادي الاهلي ابتدى يحط رجله على المسار الصح. موضوع الزحمه بتاعت النجوم دي ابتدت تخف. هي يا رب نمشي على ده. اتمنى من المدرب يمشي بالطريقه دي كده. خلاص بن شرقي بيعطل لعب شويه تقيل شويه، لا يقعد احتياطي والعب باللعيبه اللي تديني الكره السريعه اللي توصلني المرمى في ثانيه زي ما حصل في الشوط الاول. هارد لك النادي الاهلي الماتش يعني التعادل غير مستحق للامانه للمصري. الماتش ده على الاقل على الاقل يخلص 3-0 للنادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه، في مباراه السوبر ان شاء الله هنشوف كوره كويسه. رجاء وامل وطلب يسرب من فضلك لما تكون ماشي بشكل صح، مش عايزينك تبوظ الشكل صح بالتبديلات اللي انت عملتها دي. فان شاء الله نشوف اداء كويس من المدرب الفتره الجايه. انا طبعا متوسم في خير يسرب. حاسس ان هو طبعا مش هنحكم عليه قوي دلوقتي، بس حاسس ان هيجي منه. يعني شايف ان المدرب لا مدرب شكل كويس. ان شاء الله يجي والنادي الاهلي راجع، اللعيبه برضه راجعه لحالتها. ان شاء الله في بطوله يناير دي النادي الاهلي يحاول يظبط خط دفاعه ده بشكل كويس، بحيث ان شاء الله الفريق يبقى جاهز خصوصا في دوري ابطال افريقيا. هارد لك مره ثانيه النادي الاهلي، مبروك لمصر النقطه دي. كان معاكم هشام حامد في قول كوره. السلام عليكم.